وجا عنده واحد الشاب وقال ليه: المعلم، اش من عمل مزيان نقدر ندير باش تكون عندي الحياة الدايمة؟ وجاوبوا يسوع: علاش كتسولني اش من عمل مزيان؟ الله بوحده هو اللي مزيان، وإلا بغيتي تدخل الحياة الدايمة دير بالوصيات. وهو يسولو: اش من وصيات؟ وجاوبوا يسوع: ما تقتل، ما تفسد، ما تسرق، ما تشهد بالزور، تهلا في باك امك، وبغي اللي قريب ليك كيف كتبغي راسك. وهو يقول ليه الشاب: راني درت بهاد الوصيات كلهم، ايوا اش باقي خاصني؟ وجاوبوا يسوع: الا بغيتي تكون بلا عيب سير بيع كاع داك الشيء اللي كتملك واعطي ثمنه للمساكين، وغيكون عندك كنز في السماوات، واجي تبعني. ولكن ملي سمع الشاب هذا الكلام مشى هو حزين، حيت كان لاباس عليه بزاف. وقال يسوع لتلامذو: نقول لكم الحق، راه صعيب على شي واحد لاباس عليه يدخل مملكة السماوات. ونزيد نقول لكم، راه دخول الجمل من عين الإبرة سهل من الدخول ديال اللي لاباس عليه لملكة الله. وتعجبوا التلامذ بزاف من اللي سمعوا هذا الكلام، وقالوا: على هذا الحساب شكون غيقدر ينجح؟ وشاف فيهم يسوع وقال لهم: راه الناس ما يقدروش على هذا الشيء، ولكن الله قادر على كل شيء.